النغم في قراءة القرآن الكريم. من إعداد وأداء خادم القرآن القارئ الحاج عامر الكاظمي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العلي العظيم. نبارك للمؤمنين جميعا، وبالأخص منهم حملة القرآن الكريم الذين يتلون تلاوة القرآن الكريم بالأطوار العراقية الأصيلة. بدأنا وعلى بركة الله بتطبيق هذه المقامات العراقية السبع الأصيلة، وسوف تكون إن شاء الله بصوت خادم القرآن الكريم عامر الكاظمي، ومن الله التوفيق. الآن نبدأ بالمقام الأول، وهو مقام البيات، ويعد من المقام الرئيسية السبع. إذن على بركة الله نطبق الفصل الأول من المقامات الرئيسية السبع، وهو مقام البيات، وهكذا يقرأ ويطبق في تلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أحبتي المستمعين، وهكذا استمعنا الفصل الأول، وهو من المقامات الرئيسية السبع، وهو مقام البيات. والآن نتوكل على الله بتطبيق الفصل الثاني من المقامات العراقية، وهو مقام الحجاز. وهذا المقام نقرأه ليس بالمقام الرئيسي، وإنما لمقام الحجاز عدة أنغام ومقامات فرعية، لذا نطبق مقام المدني يعد أيضا من المقامات، وهو مقام الحجاز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. أحبتي المستمعين، استمعنا إلى الفصل الأول هو مقام البيات، ثم انتقلنا إلى الفصل الثاني وهو مقام الحجاز المدني، والآن نطبق المقام الثالث على بركة الله وبتوفيق منه وهو مقام الرسد. هكذا المقام يطبق في تلاوة القرآن الكريم من التلاوات العراقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءت
جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. انتهينا من تطبيق المقام أو الفصل الثالث مقام الرست، والآن على بركة الله ندخل في مقام رئيسي وهو مقام السيقاء، ويعد هذا من المقامات الرئيسية السبع، وهكذا سوف نطبقه بإذنه تعالى في تلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وهكذا أحبة المستمعين انتهينا من تطبيق مقام السيقة، والآن ننتقل إلى الفصل الخامس من المقامات الرئيسية السبع وهو مقام الصبا. وهذا المقام تميز بالشجن والحزن وله عذوبة خاصة في التلاوة العراقية، وهكذا إن شاء الله نستمع لهذا الأداء الطيب إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا
وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وهكذا أحبتي المستمعين انتهينا من تطبيق المقام الرئيسي وهو الصبا، والآن ننتقل إلى تطبيق المقام الرئيسي وهو مقام العجم. وهكذا أحبتي المستمعين يطبق في تلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والآن إلى المقام الأخير وهو المقام السابع النهاوند، نستمع إليه بإذنه تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العلي العظيم. يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. بتوفيق من الله سبحانه وتعالى نتوجه إلى الله بالشكر الجزيل، وأهدي هذا العمل البسيط المبارك لكل حملة القرآن الكريم، حيث تم تطبيق هذه المقامات العراقية الأصيلة السبع وبأسلوب بسيط، سائلا من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق في خدمة القرآن وكتابه المجيد. وشاركني في هذا العمل المبارك المتواضع القارئ المبدع رائد القيسي، وبجهوده المبذولة المشكورة أجرنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خادم القرآن عامر الكاظمي. النغم في قراءة القرآن الكريم. من إعداد وأداء خادم القرآن القارئ الحاج عامر الكاظمي. الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أحبتي المستمعين، وهكذا استمعنا الفصل الأول، وهو من المقامات الرئيسية السبع، وهو مقام البيات. والآن نتوكل على الله بتطبيق الفصل الثاني من المقامات العراقية، وهو مقام الحجاز. وهذا المقام نقرأه ليس بالمقام الرئيسي، وإنما لمقام الحجاز عدة أنغام ومقامات فرعية، لذا نطبق مقام المدني يعد أيضا من المقامات، وهو مقام الحجاز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص
ورؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من النغم في قراءة القرآن الكريم. من إعداد وأداء خادم القرآن القارئ الحاج عامر الكاظمي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العلي العظيم. نبارك للمؤمنين جميعا وبالأخص منهم حملة القرآن الكريم الذين يتلون تلاوة القرآن الكريم بالأطوار العراقية الأصيلة. بدأنا وعلى بركة الله بتطبيق هذه المقامات العراقية السبع الأصيلة، وسوف تكون إن شاء الله بصوت خادم القرآن الكريم عامر الكاظمي، ومن الله التوفيق. الآن نبدأ بالمقام الأول وهو مقام البيات، ويعد من المقام الرئيسية السبع. إذن على بركة الله نطبق الفصل الأول من المقامات الرئيسية السبع وهو مقام البيات، وهكذا يقرأ ويطبق في تلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا
يا أبت إني رأيت 11 كوكبا ومن قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. أحبتي المستمعين، استمعنا إلى الفصل الأول هو مقام البيات، ثم انتقلنا إلى الفصل الثاني وهو مقام الحجاز المدني، والآن نطبق المقام الثالث على بركة الله وبتوفيق منه، وهو مقام الرست. هكذا المقام يطبق في تلاوة القرآن الكريم من التلاوات العراقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. انتهينا من تطبيق المقام أو الفصل الثالث مقام الرست، والآن على بركة الله ندخل في مقام رئيسي وهو مقام السيقاء، ويعد هذا من المقامات الرئيسية السبع، وهكذا سوف نطبقه بإذنه تعالى في تلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون.
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وهكذا أحبة المستمعين انتهينا من تطبيق مقام السيقة، والآن ننتقل إلى الفصل الخامس من المقامات الرئيسية السبع، وهو مقام الصبا. وهذا المقام تميز بالشجن والحزن، وله عذوبة خاصة في التلاوة العراقية. وهكذا إن شاء الله نستمع لهذا الأداء الطيب إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وهكذا أحبتي المستمعين انتهينا من تطبيق المقام الرئيسي وهو الصبا. والآن ننتقل إلى تطبيق المقام الرئيسي وهو مقام العجم. وهكذا أحبتي المستمعين يطبق في تلاوة القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.